السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض كده نوع حلويات او صنف حلويات حلو من غير فرن وطعمه جميل جدا. يلا بينا كده قبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا بينا كده نبدأ الفيديو. اول حاجة هنعملها هنعمل الشربات بتاع الكنافة. بحط كوباية سكر معاها كوباية مية واحطها على النار من غير تقليب خالص. اول ما تبدأ تغلي معايا اديها عصرة ليمونة واوطي النار على الاخر واسيبها معايا لحد لمدة 15 دقيقة. بعد كده احط، لو عايزة تحطي فانيليا حطي واطفي عليها النار. معايا هنا ربع كيلو كنافة، هفرطها كده واقطعها بايديا. لو انت حابة ان انت تحطيها في الفريزر وتجمديها شوية وبعد كده تفركيها علشان تبقى ناعمة معاكي براحتك، بس انا بحبها تبقى كده. هقطعها وبعد كده هطلع منها اي اجزاء احس ان هي تخينة ما تستويش معايا بسهولة، هشيلها على جنب زي ما هوريكي دلوقتي. بصي دي الاجزاء اللي هي التخينة بشيلها كده على جنب وبرميها. خلصت كده الكنافة بتاعتي واي جزء تخين زي ما قلت لكم كده شيلته ورميته على جنب. هجيب بقى معايا 3 معالق كبار سمن، اوزعها كده على الكنافة بتاعتي وهبدأ بقى ايه اقلب الكنافة واشرب الكنافة كلها من السمن اللي انا حطيتها. يعني دلوقتي هخلطها بالمعلقة، بس طبعا المعلقة مش هتنفع معايا فايه هستعمل ايديا هي اللي اكتر حاجة هتخليني احس بالسمنة اللي موجودة في الكنافة اذا كانت محتاجة يعني سمنة تاني ولا لا. الصراحة انا حطيت معلقة كمان وانا شغالة كده، خليت الكنافة كلها اتشربت بالسمنة اللي موجودة معايا. هاخدها بقى كده اركنها على جنب لحد لما اعمل الخطوة التانية. عندي في بولة حطيت نص كوباية مية معاها 3 معالق سكر ومعلقة لبن بودر. انا بحب استعمل اللبن بس هنا ما كانش اليوم ده ما كانش موجود عندي لبن فاستعملت لبن بودر. المية تبقى متلجة، تبقى جاية كده من الفريزر فيها قطع تلج. دوبت السكر الاول فيها وبعد كده دوبت معاها اللبن، وهنزل بقى بنص كوباية كريمة خام. هضربهم مع بعض كويس لحد ما الكريمة بتاعتي تتقل وكمان الحجم بتاعها يتضاعف. لو عندك باستري كريم حطي معاه كمان نص معلقة صغيرة، بيدي طعم حلو وبيدي يخلي الكريمة تروح بقى في حتة تانية خالص. المضرب بتاعي العزيز عليا المضرب ده باظ مني، بص بقى بناحية واحدة بس مش قادرة استغنى عنه وبستعمله برضه. هنجيب بقى كان عندي فراولة. الفراولة دي من الفريزر، انا بحب احطها في الفريزر زي ما هي كده وزي ما هي بالورق بتاعها بيحفظها وبتفضل معايا فترة طويلة زي ما هي. يا دوب اطلعها من الفريزر كده اشيل الورق من عليها وبعد كده استعملها عادي. قطعت الفراولة عندي قطع صغيرة وركنتها على جنب. اخدت الكنافة بتاعتي اللي كنت مقطعاها حطيتها في طاسة على نار هادية جدا وبقلب فيها باستمرار ما اشيلش ايديا لحد لما تاخد اللون الذهبي الحلو ده. بعد كده اول ما تطلع من على النار احط عليها الشربات بتاعي يا دوب معلقه معلقه واقلب لحد لما توصل للقوام اللي هقولك عليه. مجرد ان انت تحطي كده في الكوبايه ودوستي عليها سبتت معاكي خلاص كده مش محتاجه ان انت تحطي عليها شربات تاني. جبت الكوبايه اللي انا هستعملها حطيت فيها كيس تلاجة، والاحسن ان انت تحطي ستريتش راب علشان خاطر الاستريتش بيمسك جامد في الكوبايه. لكن كيس التلاجة كان بيتحرك معايا علشان كده حطيت الكوباية على المطبخ. افضل احط الكنافة كده على الجوانب واضغط عليها جامد، بس اعمل فراغ كده في النص. بصي بضغط عليها جامد علشان تثبت معايا. اجي بقى اجيب من الفراولة قطع الفراولة اللي انا قطعتها واحط كده في النص. بعد كده هحط فوق الفراولة دي احط طبقة من الكريمة. اظبط الكريمة بتاعتي واحط برضو حبتين كده من الفراولة، وبعد كده ارجع احط فوق الفراولة دي شوية من الكريمة بس مش كتير يعني، بحيث ان انا اداري ايه الفراولة. بعد كده هاخد طبقة من الكنافة المتحمرة، تبقى طبقة خفيفة ما تبقاش تقيلة، وابدأ اضغط عليها علشان ان انا اداري الكريمة وعشان كمان يطلع معايا الشكل مظبوط.
اضغط عليها جامد. بضغط عليها دلوقتي بالمعلقة، وبعد كده هضغط عليها كمان. بعد ما اخلص هقفل عليها بالكيس واضغط عليها كويس. كل الخطوات دي بتطلع معاكي الشكل في الاخر حلو جدا. بصي هوريكي شكلها دلوقتي جوه الكيس، هقلب الكوبايه هيطلع معايا الشكل مظبوط. بصي شكلها بقى تحفه ازاي، وطعمها خرافه، احلى كمان من الشكل. هعمل معاكم واحده تانية بسرعه، وهوريكي ازاي انا قلبتها. حطيت الكنافه على الجوانب وضغطتها كويس، وبعد كده حطيت الفراوله، وبعد كده حطيت عليها طبقه الكريمه ومعاها فراوله، وبعدين غطيتها بالكنافه. لو عندك بسبوسه ممكن تحطي بعد طبقه الفراوله كده تحطي طبقه بسبوسه وتقفلي عليها بالكنافه. بصي هقلبها ازاي. بصي هوريكي اللي حصل معايا، علشان ما ضغطتهاش جامد. اضغطيها جامد علشان خاطر تبقى ماسكه معاكي. ده الشكل النهائي بتاعهم. طلع معايا ربع كيلو، طلع معايا 6 قطع، والقطعه كبيره مش صغيره. المفروض ان انت تحطيها في التلاجة وتسيبيها لتاني يوم. يعني انا عملتها في السحور وسبت سبت 5 منهم لتاني يوم، وفي واحدة انا ما صبرتش عليها، هدوقها معاكم دلوقتي. شكلها اصلا مغري جدا، يخلي اي حد ما يقدرش يصبر على ان هو يسيبها في التلاجة لتاني يوم. لو حابين تجربوها سيبوها لتاني يوم، هيبقى طعمها تحفة. من احصائيات القناة كده 65% بيتفرجوا عليا في صمت، لا اشتراك ولا تعليق. لو عجبك الفيديو متنسينيش في اللايك والشير وسبسكرايب. اشتركي معايا فضلا ليس امرا، واكتبي لي كده تعليق حلو زيك يفرحني ويكبر بخاطري. مع السلامة.